ولو فضلت كده هتتحول من مريض مقاومة انسولين لمريض سكر. اهلا بكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بال ناس كتير جدا، وهي مقاومة الانسولين. لو بتعمل دايت ومش بتخس، او عندك كرش، او عندك دهون عنيدة ومش راضية تنزل، فالفيديو ده اكيد هيكون كنز ليك. هقولك النهاردة يعني ايه مقاومة الانسولين، وازاي تعالجها بخطوات بسيطة من غير تعقيد ان شاء الله. يعني ايه هي مقاومة الانسولين؟ ببساطة الانسولين ده هرمون في جسمك بياخد السكر اللي بيكون موجود في الدم عشان يدخله للخلايا، عشان جسمك يبدأ ياخد الطاقة بعد الأكل. بعد ما بتاكل مثلا رز أو مكرونة أو عيش أو فراخ، أيا كان الأكل اللي هتاكله بيتحول لسكر في الدم، فالأنسولين يبدأ ياخده عشان يدخله الخلايا ويبدأ يتحول مصدر للطاقة، عشان تبدأ تمارس نشاطك في اليوم عادي، زي الحركة، زي المشي، زي الجري، زي كل حاجة محتاجة طاقة. المشكلة بقى لما الأنسولين يفضل عالي في دمك، الخلايا بتزهق منه فمش بترضى تفتح له الباب تاني. فمين اللي بيفضل بره في الدم؟ أيوة، السكر بيفضل بره في الدم. جسمك بقى يسكت؟ لا، يقوم مخزنه ومحوله لدهون، خاصة في منطقة البطن أو الأرداف، على حسب جسمك بيخزن الدهون فين بالظبط. ازاي بقى تعرف ان عندك مقاومة أنسولين ولا لا؟ في علامة مهمة جدا واضحة جدا، انك بتكون جعان دايما حتى لو لسه قايم من على الأكل. تاني حاجة وهي الخمول والتعب والنعاس بعد الأكل على طول. بتحس إنك دايخ ودماغك تقيلة، خاصة لو وجبة فيها نشويات أو كربوهيدرات عالية. تالت حاجة إن مقاس وسطك بيكبر وكرشك بيكبر هو كمان، حتى لو جسمك رفيع من باقي الأجزاء. كمان لو لاحظت جلدك بدأ يغمق، خاصة في منطقة الرقبة، ده معناه إن جسمك مش عارف يتعامل مع الأنسولين صح. طب إيه الحل بقى عشان نبدأ نتخلص من مقاومة الأنسولين دي نهائي؟ هقولك تعمل ايه، بس قبل ما اقولك عاوزك تبدأ تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتكتب لي تحت كومنت لاني لسه بادئ جديد في اليوتيوب، واكتب لي نوعية الفيديوهات اللي تحب نبدأ فيها او نعملها، واسألني اي سؤال في الكومنتات، وصدقني مش هبخل عليك ابدا. نرجع لموضوعنا، ازاي تمنع مقاومة الانسولين او تقللها اصلا. اول حاجة لازم تبدأ تقلل السكريات والحلويات والدقيق الابيض، لان دول اكتر حاجة بتبوظ الدنيا وبترفع سكر الدم في السماء على طول. تاني حاجة وانا شايف ان هو حل سحري حرفيا، وهو الصيام المتقطع. وهو ببساطة انك بتبدأ تصوم 16 ساعة مسموح لك بيها بس المية، وكمان الحاجات اللي ما تكونش فيها سعرات، السوائل اللي ما فيهاش سعرات، زي مثلا اليانسون او النعناع، او ممكن حتى الشاي مفيش مشكلة، لكن كل المشروبات دي بتكون من غير سكر. تالت حاجة معانا وهي تمارين المقاومة، لان هي ببساطة بتخلي عضلاتك تبدأ تسحب السكر من الدم من غير مجهود او تعب كبير على جسمك، وكمان بتحسن حساسية الانسولين عندك. وافتكر ان كل ما حساسية الانسولين بقت كويسة، كل ما جسمك قدر يتعامل كويس مع الدهون او مع الاكل اللي بتاكله، وكمان الحرق هيبدأ يرفع عندك كتير. فالموضوع كده باختصار، قلل سكر، ابدأ اعمل تمارين مقاومة، اعمل صيام متقطع، هتلاقي جسمك اتغير تماما في خلال شهر بالظبط، على حسب استجابة جسمك برضو، عشان ما اكونش بضحك عليك. في نهاية الفيديو عاوزك تقول لي ايه رأيك. ده كان اول فيديو طويل اعمله، وقول لي ايه رأيك، تحب نكمل في السلسلة دي ونعمل فيديوهات عن ايه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.